عسلامة زلفلاون جيسبر قلكوني داكيس بخير. السلام عليكم خاوتي خياتي، نتمنى تكونوا كامل بالصحة والراحة. واذا ما نجحش معاكم لا جينواز ولا سيتو شحال من الوصفه ما نجحتش لكم، ارواحي اليوم يا مدام راح نعطيها لكم بكل تفاصيل. وثاني حاجه واهم حاجه ثاني المقادير نتاعو غير بملعقه. هذه الوصفه خطيره جدا اللي ذوقها غادي يطلب منك الوصفه. اليوم جبتها لكم بالذوق نتاع الشوكولا، ناجحه من اول تجربه. انا هذه الوصفه ما اعتمدتها هذه شحال، محال نبدلها ولا نستغنى عليها. شوفوا كيفاش يجي مشرب وخفيف وبيان سور بنين، قوة في البنة. خبوا هذه الوصفة في عينيكم على بال بلي راكم رايحين تحتاجوها وتقدروا ثاني ديروها حتى كمشروع. نبدأ بسم الله على بركة الله. أولا في البترة نتاعي أنا حطيت 5 بيضات كاملين، يكون بدرجة حرارة المطبخ، قرصة نتاع الملح مع 5 مغارف نتاع السكر. هنا بالنسبة للبيض كل حبة تاع البيض نديروا لها مغرفة كبيرة من السكر، فهمتوني؟ نديرهم في البيتخا ولا الباتور، نخلطوهم حوالي 5 دقائق حتى 6 دقائق حتى وين تضاعف الحجم نتاعو ويتبدل هذاك اللون نتاعو كما راكم تشوفوا معايا في الفيديو. من بعد راح نضيف 5 مغارف نتاع الزيت، زيت عادي اللي نطيبوا به، مع 5 مغارف نتاع الماء يكون بارد. انا يعني جبتهم من الحنفيه. رايحه نديرهم ثاني نخلطهم حوالي دقيقه، ما نكثر لهمش كما راكم تشوفوا معايا في الفيديو. نسيت ثاني حاجه ما قلتها لكمش، انه ديروا مغرفه صغيره تاع لافاني باش تتنحى هذيك الريحه نتاع البيض. بعد رايحه ندير 3 مغارف نتاع الفارينه تكون مغربله بطبيعه الحال، مع 2 مغارف نتاع الكاكاو المر والبني مغربل ثاني، مع باكي تاع خميره تاع الحلويات. نديرهم على دفعه واحده ونخلطوهم كما راكم تشوفوا. انا راني نخلط من جهه واحده برك من التحت للفوق، ما لازمش تخلطوها منه من سينو راح هذاك لاجين تاعكم ما تجيش طالعه. بيان سور الفور تاعنا يكون سخون. انا حطيتها داخل سنيوه تاعي فيها 30 على 40، درتها ورقه طاي كما راكم تشوفوا. رايحه نسقمها كامل في هذيك السنيوه. كما قلت لكم الفور تاعنا لازم يكون سخون، ندخلها للفور حوالي 5 دقائق حتى 6 دقائق. هذا ما كان ما تفوش 6 دقائق سينو راح تحرق ليكم، لانه لاجينواز ما فيهاش يعني بزاف واش يطيب، خفيفه وظريفه رابيد مو طيب. هاوليك لاجينواز تاعنا بعد ما طابت نحيت لها هذاك البابي. شوفوا القوام تاعها كيفاش خرجت، صدقوني ما شاء الله راكم تشوفوا بعينيكم، خفيفه ما تتكسر ما تتفتت ما والو. ها راني نطويها كيما نحب، ما يصرى لها والو، كيما نحيتها كيما تقعد. هنا وشنو ملاحظه، انا طيبتها هكا في الليل خليتها حتى الصباح باه خدمتها. انتوما تقدروا تخلوها ساعه ولا ساعتين، لازم ترتاح لاجينواز تاعكم. من بعد شربتها انا بشربات، درت الكاس نتاع السكر، 2 كيسان تاع الماء، لا تخونش تاع القرص ولا البرتقال متوفر عندكم، حسبتها 10 دقائق وطفيت عليها. شربت هذيك لاجينواز نتاعي كما شفتوا معايا. درت لها شوكولاته اوبتيلا، من بعد درت لها كرام شونتي. هنا لا كرام شونتي انا طلعتها بالكاس نتاع الحليب يكون بارد جدا، مع الكاس نتاع كريمه تاع شونتي كما شفتوا معايا. درتها كامل في لاجينواز نتاعي وسقمتها كامل. انا نحيت هذاك الطرشون درتها في هذاك الورقه نتاع الطي. هنا جبت الفراس، انا طيبته، درت له حوالي 4 مغارف نتاع السكر. قطعت هذاك الفراز نتاعي، طيبته حوالي 10 دقائق ودرته في لاجينواز نتاعي. كما تقدروا انه ثاني ما طيبوش الفراز نتاعكم، ديروه هكاك قطعوه برك صغيور وتقدموه هكاك. انا روليت كامل هذاك الرولي نتاعي كما راكم تشوفوا. رايحة ندخلو للثلاجة حوالي ساعتين حتى وين يبرد تماما، لازم حتى يشد روحو وتجمد لينا هذيك الكريمه اللي درناها مع بعض. وهذيك الكرام شونتي اللي بقات لي رايحه نغطي كامل هذاك الرولي نتاعي كما راكم تشوفوا، ولا البسكوي نتاعي نغطي كامل هذاك الوجه نتاعو ما نخلي والو فيه على الاطراف، خاصه على الاطراف. ندخلو ثاني للثلاجه حتى وين يبرد.
من جهه واحده اخرى انا جبت هاد ديكوجا اللي راه يتباع في المحلات وين يبيعوا لوازم تاع الحلويات، يعني تصيبوا عده من الاذواق تاع هاد ديكوجا اللي كاين بزاف الانواع. انا جبت هذا تاع الشوكولا، كاين تاع ثاني الكراميل راح يعطيكم بنه ثاني بزاف بنينه. انا جبت هذا تاع الشوكولا درته فوق البسكوي نتاعي، هزيته هكا شويه، نظفته يعني كما راكم تشوفوا باه يهبط كامل هذاك الديكوجا الزائد. من بعد جبت ناكري، هذاك ناكري انا جبته غبره، درت له شويه نتاع الزيت، خلطته مليح وزينت به الرولي نتاعي كما راكم تشوفوا. ولا تقدروا ثاني تخليوه كما راه، تقدروا ثاني تزينوه بواش تحبوا. هذه هي وصفه لنهار اليوم، الرولي تاع الباتيسري بالذوق شوكولا بالمقادير تاع الملعقه فقط، ويجي خفيف ويجي بنين ومشرب. كما قلت لكم على الاول، اللي ذوق عندكم هذه الوصفه يطلب منكم الوصفه، خفيفه وبنينه وسهله، رابيد توجدوها والبنه نتاعها لا تقاوم. نتمنى تعجبكم الطريقه والوصفه وتجربوها، ونتلاقاو في وصفه واحده اخرى ان شاء الله. مع السلامه.